السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة كده ان شاء الله هنعمل مع بعض الكوكيز الاقتصادي بطريقة جميلة جدا جدا وبمكونات اقتصادية وموجودة في كل بيت وفي امكانيات اي ست. يلا نقول المكونات الاول. كوباية سمنة وقدها سكر وبيضة واحدة، وهنحط معلقة كيك شيف او بيكنج باودر، وهنحط معلقة صغيرة نشا وورقة فانيليا، وهنحط كمان معلقة او معلقتين كاكاو، وده شوكولات ده كده شوكولات شيبس هنزين بيه، وهنحط كمان ذرة ملح. يلا بينا كده نبدأ ونشوف الاول هنعمل ايه. كده بعد ما ضفنا السمنة هنضيف السكر قد السمنة بالظبط. هنبدأ نقلب فيه لحد ما يبقى السكر داب في السمنة ولونها كمان يتغير، والافضل كمان يكون ان السكر ناعم كده زي ما انتم شايفين. كده بالطريقه دي احنا وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه، لونه بدأ يفتح. هنضيف البيضه وهنضيف كمان ورقه الفانيليا، وهنضيف كمان ذره ملح. كده حبايبي هنضيف كوبايه دقيق، هنشوف بقى هنضيف قد ايه مع بعض. وهنضيف قد معلقه كيك شيف، وكده حبايبي صراحه انا رجعت في كلامي، مش عايزه احط نشا عشان النشا بيخليه ينشف شويه. لو انت عايزه ممكن تحطي قد معلقه صغيره مش اكتر من كده. احنا حطينا كوبايه واحده، هنضيف كوبايه تانية دقيق. كده ضفت جزء من الكوبايه التانية. مين اللي بيتوجع ازاي؟ وبكده بعد ما عملتها كده هنبدا اقسمها نصين. هعمل نصها احط عليه كاكاو، والنص ده هزود عليه معلقتين دقيق. حكومة كده بعد ما خلصنا الكمية كلها هنبدأ ان احنا نخبزهم على فرن هادية، وهنشوف هنشغل تحت الاول، وبعد ما يستوي يحمر من تحت هنبدأ نشغل فوق حاجة بسيطة جدا. وبكده نكون خلصنا، وطالع صراحة جميل جدا جدا جدا. هنرصه وهنشوف. وبكده نكون خلصنا. الله اكبر الله اكبر، طالع جميل. الكميه كلها تطلع تقريبا بتاع 2 كيلو، طالع تحفه. استنى هقسم لكم واوريكم. بصوا لونه تحت وفوق، بصوا شكله من جوه جميل جدا جدا جدا، طعمه تحفه الصراحه. اتمنى منكم ينال اعجابكم، واتمنى انكم تجربوه. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.